شوط اول لغته الاهداف، شوط اول بيختصر لك حكايه دوري ابطال اوروبا. مش انك تكون الاكثر استحواذا، ولا الاكثر تهديدا للمرمى، ولا الاكثر وصولا، ولا الاكثر خلقا للفرص، لا. دوري ابطال اوروبا انك تستغل الاوقات الحاسمه، تستغل اخطاء خصمك، تسجل كل فرصه تتاح لك. وده اللي عمله ريال مدريد، رغم انه ما كان الطرف الافضل في الشوط الاول، لكن رغم ذلك انهى الشوط متقدم بثلاث اهداف. ثلاث اهداف ما كان في احد متوقع، ما كان في احد متوقع انه ريال مدريد سينهي الشوط الاول متاخر بفارق هدف. يعني حتى لو كانت النتيجه باربعه او ثلاثه، ما في احد كان متصور السيناريو ده. لكن ريال مدريد دائما في دوري ابطال اوروبا هو ريال مدريد. فاجأ الجميع منذ الدقيقه الاولى او من العشر ثواني الاولى. سجل الهدف الاول عن طريق اردا جولر. بايرن عادل، ريال مدريد سجل الهدف التقدم الثاني. بايرن عادل، ريال مدريد سجل هدف التقدم الثالث. انتهى على الشوط الاول. المشكله في ريال مدريد اللي هي انه كيليان وفيني، رغم انه هم الاثنين واحد صنع الهدف الثالث واحد سجله، لكن تغطيتهم الدفاعيه سيئه. والحاجه دي لو ما ادارك الفريق في الشوط الثاني ممكن انها تؤثر على النتيجه. بايرن ميونخ يا اخواننا قادر انه يعود، حتى لو الريال قد يتقدم بفارق هدفين، البايرن قادر يعود. ضروري انه الفارو اربيلو يعالج المشكله دي، اما انه يسحب واحد من الاثنين زي ما انا قلت قبل، او انه يتكلم معاهم انه يحاولوا يحسنوا تغطيتهم الدفاعيه، لانه الهدف الثاني اللي سجله بايرن ميونخ ده، اوباميكانو ده يتحرك من عند كيليان ومن عند فيني، يتحرك من عندهم الاثنين وهم بيتفرجوا له، وقدم اسيست. ويمكن دي اول مره لاوباميكانو انه يقدم اسيست، لانه التغطيه كانت سيئه. الريال لو ما عالج المشكله دي فيني وكيليان بنخسر، بنخسر.